بسم الله الرحمن الرحيم. علي بويدة، شاب مستثمر من الأقاليم الجنوبية وفاعل في المجال الاقتصادي والمجال الجمعوي. نحن اليوم من مدينة العيون نثمن عاليا الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء. هذا الاعتراف الذي يزكي طرح الحكم الذاتي الذي هو مشروع آمنا به كشباب بعد أن كان مقترح من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، واللي هو نرى فيه أنه حل يطوي نهائيا ملف الصحراء، خصوصا بعد أن حدث دول حذو فرنسا مسبقا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكإسبانيا وهولندا وألمانيا على سبيل المثال. وإن أتت هذه الاعترافات فهي ثمرة مجهود دبلوماسي جد مهم للدبلوماسية المغربية، وعلى رأسها صاحب الجلالة نصره الله، الذين اليوم احنا نحتفل بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميمنين، والذي نحن جد فرحين بأننا نرى في هذه السنوات الأخيرة النموذج التنموي الجديد الذي هو مفخرة، والذي أصبحنا نرى على أرض الواقع نتائجه من طرق ومن موانئ ومن مطارات ومن بنى تحتية أهلتنا نحن كشباب لنصبح مستثمرين ونستغل هذه المنشآت لنرى مستقبل مشرق. وبالنسبة لي هذه الخطوة الجريئة من فرنسا وخروجها من المنطقة الرمادية بإعلانها الصريح والواضح بأنه لا حل خارج إطار الحكم الذاتي، وهذا بالنسبة لنا يوضح الرؤية، وندعو جميع الدول الأخرى في إطار الأمم المتحدة أن تحذو نفس الحذو، لأنه لا حل بالنسبة لنا احنا كشباب في المنطقة، لا نرى أي حل آخر، رغم أنه بالنسبة لنا احنا الصحراء كانت مغربية ولا تزال مغربية، ولكن ما دام صاحب الجلالة رأى بأنه الحكم الذاتي هو قد يكون آخر فرصة لطي هذا الملف نهائيا، فنقول حتى احنا بأنه لا حل خارج الحكم الذاتي، ويبدو أنه جميع الدول فهمت هذا، ونحن اليوم جد فرحين ومتفائلين لمستقبل مشرق بالنسبة لشباب وشيوخ هذه الأقاليم الجنوبية. وشكرا.